ليلى فوزي. ليلى محمد فوزي إبراهيم، ممثلة مصرية، ولدت في 20 أكتوبر 1918 في تركيا، لأب مصري تاجر للأقمشة يملك محلاً في القاهرة ودمشق واسطنبول. وكانت والدتها حفيدة قيصر لي باشا، أحد قادة الجيش التركي إبان حكم سلاطين آل عثمان. لقبت ليلى فوزي بفرجينيا السينما المصرية وجميلة الجميلات. تعتبر من أجمل الفنانات التي ظهرن في تاريخ السينما المصرية على الإطلاق، تبعاً لمعايير كانت تحاكى معايير الذوق الغربي في أوساط القرن العشرين، خاصة إنها اختيرت من قبل مجلة أمريكية في أربعينيات القرن العشرين كإحدى أجمل حسنوات عصرها. أول أدوارها كانت دور فتاة صغيرة في فيلم مصنع الزوجات. برعت في أدوار الملكات والأميرات والنساء الأرستقراطيات بجدارة، كما لمعت في أدوار الشر، مما جعل معظم المخرجين يساندونها إليها، إلا أنها تقول بأنها كرهت وضع المخرجين لها في هذا القالب. قال عنها الصحفي مصطفى أمين إن ليلى فوزي إذا بحثت في شجرة عائلتها سوف تجد نفسها أميرة سابقة. مثلت في حوالي 85 فيلما سينمائيا، منها الناصر صلاح الدين، بورسعيد، الجبل، دلال المصرية، اسكندرية ليه، و40 مسلسلا تلفزيونيا، منها علي الزيبق، رأس القط، الحب في حقيبة دبلوماسية، هوانم جاردن سيتي، وبوابة الحلواني الجزء الرابع. وكان من أواخر أدوارها السينمائية دورها المميز الصامت في فيلم ضربة شمس، حيث توقفت تماما بعد ظهور ما يسمى بأفلام المقاولات. تزوجت 3 مرات، الأولى كانت من الفنان عزيز عثمان، والثانية من الفنان أنور وجدي، والثالثة من الإذاعي جلال معوض. ولم تنجب من زيجاتها ال3 أبناء. توفيت إثر صراع مع المرض في 12 يناير 2005 في مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، وشيعت جنازتها في حضور شعبي وفني كبير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. وقبل وفاتها رفضت عرضا من إحدى القنوات الفضائية ببيع مذكراتها نظير مبلغ كبير.